نفس المنتج وواحد بيخسر والتاني بيكسب. الفرق مش في المنتج، الفرق في عقلية التاجر. خليني اقول لك الفرق بين عقلية التاجر الصغير والتاجر الكبير في 4 نقط بس. واول حاجة السعر، التاجر الصغير بينزل في السعر عشان يبيع، اما التاجر الكبير بيرفع القيمة عشان يبيع بسعر اعلى. 2. طريقة البيع، التاجر الصغير بيبيع المنتج وخلاص، اما التاجر الكبير بيبيع للعميل راحة وثقة. 3. اختيار العميل، التاجر الصغير بيختار اي عميل ويبيع له، اما التاجر الكبير بيستهدف فئة معينة اللي بتدفع له المبلغ اللي هو عاوزه في المنتج بتاعه. والنقطة الرابعة وهي الهدف، ان التاجر الصغير بيبيع دلوقتي وهدفه يكسب دلوقتي، اما التاجر الكبير بيبني براند وهوية عشان يرجع العميل مرة واثنين وثلاثة. وعشان كده نفس المنتج ممكن تكسب فيه 5 وهو نفسه ممكن تكسب فيه 30. قول لي في التعليقات شغال بطريقة مين فيهم، ولو لسه شغال بطريقة التاجر الصغير حاول انك تطور من نفسك عشان تدخل أرباح أكتر وأكتر. اعمل لايك للفيديو وشير عشان الكل يستفيد، واعمل متابعة للقناة عشان يوصلك كل جديد في التجارة والاستيراد.